حقا إنها رحلة العمر والأحلام إلى بلاد الأندلس. إنها رحلة كانت من لون وطعم آخر، رحلة سياحية تعليمية ترفيهية من الدرجة الأولى. فقد كانت المجموعة حريصة على اكتساب المعلومات التي طالما كانت تراود أفكارنا، وفي نفس الوقت كانت المجموعة حريصة كل الحرص على أن تكون رحلة ترفيهية من الدرجة الأولى أيضا، عن طريق المشاركة الفعالة للمجموعة بتقديم الوصلات الفكاهية والأغاني والأهازيج الشعبية. ولم تخلو من الفقرات الدرامية والمفاجآت مثل إقامة أعياد الميلاد وغيرها. هذه المجموعة المميزة التي لم تفارقها المبادئ الكشفية قولا وفعلا، فكان الصغير يحترم الكبير والكبير يعطف على الصغير، وكان الالتزام والنظام شعارا ولواء حملناه طوال أيام الرحلة. تحملنا الصعاب في السفر والتنقلات وقابلناها ببشاشة ورحابة صدر. لقد حملت المجموعة رسالة ذات معنى حضاري وثقافي إلى بلاد الأندلس التي وجدنا فيها ارتباطا وجدانيا عميقا. هذه الرسالة تمثلت بالانضباط والالتزام وطريقة النقاش والتعامل مع المرشدين، والتي لم تخلو من الحدة أحيانا. وكم كان انبهارنا شديد عندما كنا نلتقي صدفة مجموعات سياحية من المغرب العربي، والذين يكنون لنا التقدير والاحترام الشديد. ولم ننسى نويلا المرافقة السياحية ابنة إشبيلية، وكذلك مديرة الشركة السياحية ألكسندرا التي حرصت على استقبالنا وتوديعنا، وكذلك سائق الباص غونزاليس الذي كان رائعا كان رائعا في مهنته، وإن ننسى فلن ننسى، فكما قيل التالي للغالي، فلن ننسى المترجم باسم نصار. هذا الإنسان الهادئ المتواضع الملم الدبلوماسي الذي لم يعرف الكلل والملل، فكان حاضرا ليس فقط للترجمة بل لأي طلب مساعدة من المجموعة حتى على المستوى الفردي. بل أصبحنا نحس وأصبح يحس هو أيضا بأنه جزءا من هذه المجموعة المميزة. وأخيرا أقول وفقنا الله وإياكم وكل رحلة ونحن بألف خير، مع تحيات أبو فادي مركز الرحلة وعضو اللجنة المنظمة.